هقول لكم على 10 دروس اتعلمتها في حياتي والكلام اللي كان نفسي أعرفه من زمان. السلام عليكم. قبل ما أبدأ الفيديو عاوزاكي تعملي حاجة بسيطة. اقفلي عينيكي 5 دقايق وافتكري نفسك من 5 سنين أو حتى 10 سنين. فاكرة أحلامك وقتها؟ فاكرة كنت مستنية إيه؟ طب فاكرة لما كنت فاكرة إن الحياة هتمشي زي ما انت مخططة لها؟ أنا كمان كنت فاكرة كده والله زيك. كل شوية كنت أقول لنفسي لما أوصل للحاجة دي هبقى مبسوطة، لكن كل ما كنت أوصل لهدف كنت ألاقي نفسي بدور على هدف جديد وأجل فرحتي مرة تانية. ولو رجع بيا الزمن مش هغير كل حاجة حصلت، لأن في حاجات وجعتني لكنها علمتني، وفي ناس كسرتني لكنها خلتني أعرف قيمتي، وفي مواقف كنت فاكرة إنها نهاية الدنيا واكتشفت بعد سنين إنها كانت بداية لحاجة أحسن. أول حاجة كنت هقولها لنفسي: ما تخافيش، مش كل باب بيتقفل بيكون عقاب، أوقات كتير بيكون حماية. كام مرة زعلنا على حاجة وربنا بعدنا عنها، وبعدها اكتشفنا إنها لو كانت كملت كانت هتأذينا. وقتها كنا مش فاهمين، لكن بعد فترة قلنا الحمد لله يا رب، الحمد لله إنك بعدتنا عن الطريق اللي بجد كان هيأذينا وهيوجعنا وإحنا ما كناش نعرف ومش واخدين بالنا. تاني حاجة: بطلي تستني الناس تسقفلك. اعملي الخير حتى لو محدش شايفه، اجتهدي حتى لو محدش شجعك، اتعبي حتى لو محدش قالك برافو، لأن أكبر مكافأة إنك تكوني فخورة بنفسك قبل أي حد. لأنك لو ما كنتيش بتشجعي نفسك وما كنتيش فخورة بنفسك، الناس كلها لو كانت بتشجعك كانوا هيبقوا صفر على الشمال. وحتى لو انت كنت واصلة لحاجة حلوة جدا، لأنك مش مقتنعة بده كنت هتهديه بلمح البصر، لأن أصلا انت مش مقتنعة بكلامهم. تالت حاجة: ما تربطيش قيمتك بشكلك ولا بوزنك ولا بشهادتك ولا بفلوسك ولا بعدد الناس اللي بتحبك. الأهم من كل ده هي قيمتك عند ربنا اللي أكبر من كل المقاييس دي. ولو كل حاجة راحت منك لسه قيمتك موجودة. رابع حاجة: سامحي نفسك. كلنا بنغلط، وكلنا خدنا قرارات غلط، كلنا وثقنا في ناس ما كانتش تستحق الثقة، لكن لو فضلنا عايشين في الماضي هنضيع حاضرنا ومستقبلنا. خامس حاجة: ما تستعجليش رزقك. احنا ساعات بنبص لحياة الناس ونقول ليه هم سبقونا، لكن الحقيقة ان لكل واحد توقيته المناسب. وممكن ربنا بيمنع عنك حاجة لان فيها اذى ليك، او بيأخرها عنك لانه بيجهز لك حاجة احسن، وساعتها هتعرف ان تأخير ربنا عمره ما كان حرمان. سادس حاجة: ما تخليش الفشل يغرقك. انتي ما فشلتيش لانك وقعتي، الفشل الحقيقي هو انك تقرري ما تقوميش بعد ما تقعي. كل نجاح كبير بيبدأ بمحاولات فاشلة محدش شايفها. سابع حاجة: قولي للناس اللي بتحبيهم انك بتحبيهم، وما تستنيش الظروف علشان ما تندميش في وقت للأسف مش هينفع فيه الندم. وكده كده الكلمة الطيبة صدقة، وممكن تكون كلمتك دي تفرح يوم كامل للبني آدم الكلمة اللي انت قلتها له. تامن حاجة: اهتم بنفسك لنفسك من نفسك عشان نفسك، ودي مش أنانية، لكن عشان تعرفي تهتمي باللي حواليكي. واسمعي لنفسك ولصوتك الداخلي ولإحساسك ولمشاعرك. يعني ارتاحي لما تحتاجي ترتاحي، وعيطي لما تحتاجي تعيطي، واضحكي من قلبك من غير ما تحسي بالذنب. تاسع حاجة: قربي من ربنا، لأن قربك من ربنا في اللحظات محدش هيعرف يطمنك فيها غيره، دي فعلا بالدنيا وما فيها. اضحكي معاه، عيطي معاه، اشتكيله، لأن الشكوى لغير الله مذلة، ولأنك مهما قلتي في بعض الكلمات، مهما قلتيها ومهما شرحتي فيها حتى مع أقرب الناس ليكي، هي ممكن ما تفهمهاش ولا هتحسها. ومش بعيد ساعتها تندمي إنك اتكلمتي مع الشخص الغلط وتتضايقي أكتر ما انت متضايقة. وهتلاقي ناس بتمشي وناس بتتغير وظروف بتتشقلب، لكن ربنا عمره ما هيسيبك. وأخيرا كنت هقول لنفسي: عيشي، ما تضيعيش عمرك كله مستنية اللحظة المثالية. صوري، اتعلمي، اسمعي، احلمي، اغلطي، قومي وجربي، لأن العمر بيجري أسرع مما تتخيلي.
وفي يوم هنبص ورا ونقول يا ريتني كنت استمتعت بالطريق بدل ما كنت مستنية النهاية. وفي آخر الفيديو عاوزة أسألك سؤال، لو كان قدامك دقيقة واحدة تكلمي فيها نفسك الصغيرة هتقولي لها ايه؟ اكتبيها تحت في التعليقات، يمكن جملة منك تكون سبب في إن شخص تاني يغير حياته. ولو وصلت لحد هنا أحب أشكرك من كل قلبي على وقتك، وأتمنى تكوني خرجتي من الفيديو ده وانتي أخف شوية وأهدى وعندك أمل كبير. وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير ويرزقنا الرضا ويكبر خاطرنا جميعا يا رب. وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. مع السلامة.